بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، متابعي منصة وموقع أبو كبير ميديا، الحقيقة هذه القضية يعتبر من أغرب القضايا اللي ممكن تشوفها في مصر كلها. القضية دي هي قضية بنت يعني لم تبلغ العمر إلا القليل، وقضية شقيت كتير، وقضية أب لم يرحم أحد. خلينا أقول لحضراتكم التفاصيل على لسان الأم. فكرة انها هتاجر ببطنك وبذرة بطنك نبيعها. ايه القصة والتفاصيل؟ تعالوا نعرف في اغرب قضية ممكن تشوفها في حياتك. والله العظيم اغرب قضية ممكن تشعر بيها او تحس ان هي موجودة هنا في منطقة شبرا الخيمة. تعالوا نعرف القصة ايه، لان ورا كل قصة حكاية. اهلا بحضرتك معانا. الاول عرفيني بنفسك. انا اسمي حضرتك اسمي نسمة عبده. الورق اللي في ايدك ده ورق دي ان ايه يثبت ان ده البنت بنته. دي ان ايه؟ البنت اللي قتلها ايه؟ كريمة بنته اهي. تحليل اهي، وادي الورق تحليل اهي، صح كده؟ طلعي التحاليل. حق زي ما شهر بيكي حقك ان اهي، شهر بيكي حقك زي ما شهر بيكي حقك اهي. بس نزلي تحاليل اهي، نزلي تحاليل اهي. قتل بنته والله يا بنت، والله قتلها وموتاني. معلش قتلها وموتاني. بنته. طيب بنته والله يا بنته يا ناس، بنته يا ناس، بنته والله. ليه قتلها؟ معرفش انا معرفش. انت حلفتي له بدل المره مليون. ورحنا عملنا تحاليل حضرتك. لا هو ما قتلش بنتي عشان التحاليل، بدليل ان هو بقاله 3 شهور جايب التحاليل. وفي حاجه كمان حضرتك، في مكالمه تليفونيه بينه وبين مرات اخوه تثبت ان هو كان في اليوم ده كان جايب التحاليل. ماشي، بس هو جه راح قال لمرات اخوه ده تحاليلها غلط. لما انا عرفت ان تحاليلي سليمه، في حاجه اسمها تحليل غلط. لما انا عرفت ان تحاليلي سليمه، ماشي، ان هو قال لك انا عايز معمل كبير، مش عايز معمل اي كلام. رحنا حضرتك عاملينه في معمل في مدينه نصر. في مدينه نصر، ماشي. عملتيه في اكبر معمل اكبر معمل في مدينه نصر. وبنته وبنتي قتلها ليه؟ ماشي. في اليوم اللي قبل شهر بيا حضرتك، ماشي، شهر بيا. كانت الدنيا كلها عارفه ان ام جنه دي بتاعت رجاله. كان بيقول كده. انا اسف. دي بتاعت رجاله. سبني في اخوه اللي جه سجل لي كريمه ومكالمه تليفونيه بينه وبين اخوه، ان بيتهمني في اخوه. اخوه قال له عيب، ما تتهمهاش فيا، عيب، دي مراتك ست محترمه، ما ينفعش اللي انت بتقوله، دي شقيانه وتعبانه على عيالها، ما ينفعش. تعبانه وشقيانه. 13 سنه معاه شرب المرار. 13 سنه معاه شرب المرار اللي ما حدش شربه. كنت كل مره اقول يا بنت اسكتي معلش عشان عيالك. سكت. وبعد ده كله اخر ما تعبت لما راح عمل التحاليل لعيالي، ماشي. 30 يوم حضرتك ضرب، تعذيب، كل حاجه، مقطع جسمي بالقطر. رحت وريت اخواته جسمي متقطع. جسمي متقطع بالمنظر ده. لما جسمي اتقطع حضرتك، الناس في الشارع عنده قالوا لي يا بنتي انت كده هتموتي انت وعيالك، سيبيها يا بنتي وامشي. المهم خدت حاجتي، ماشي. حضرتك كان بيشرب ويطلع يبيع لي في حاجتي. ماشي. طبعا لما خدت حاجتي وقمت ماشيه، ماشي، ناس ولاد حلال جابوا لي الشقه دي. لما جابوها لي، ماشي، من هنا لهنا، لما عرف طريقنا كان يجي يبلطج عليا، كسر عليا الشباك وكسر عليا الباب. ليه بيتهمك بان البنت مش بنتي؟ تحاليل شافها وفي اكبر معمل في البلد. لا هو مقتنع ليه؟ لا، القصه مش قصه تحاليل. لان ده شهر بيكي. القصه مش قصه تحاليل. القصه مش قصه تحاليل. بدليل حضرتك ان احنا بدليل حضرتك ان احنا اول ما رحنا المعمل اهو النتيجه بتاعت التحاليل اهي. النتيجه اهي، ماشي. وبعدين ما كانش عامل لكريمه بس، ده الكريمه والرحيم. اشمعنى كريمه بس اللي تتقتل؟ ماشي. سكتنا على كده. القصه معاه مش قصه تحاليل.
القصه معاه، انت اهلك معاهم، خلي اهلك يدوني، انت اهلك معاهم. هو يصرفوا عليك وعليك وعلى عيالك. أيوه. قلت له انا اهلي ما ايه، هو كل ده كان بيحاسبني ان انا ما طلعتش كريمه، رحت بعتها ب 50 60 الف جنيه. هو عايز كده، كان عايز يبيعها. مين بقى؟ من الاول كان عايز يبيعها. يعني كان عايز يبيع بنته؟ كان عايز يبيعها. قال لي وهي في بطنك 50 بس اسمعيني، هي في بطنك كده هتديها لاصحاب النصيب ب 50 60 الف جنيه. لما انا ما رضيتش ماشي، قلت له ايه، قلت له ده ما ده الحمل سقط ومش عارفه كدبت، اعمل ايه، كدبت عليه، قلت له لا ده الحمل نزل ومش عارفه ايه، وخدت بنتي خبيتها عند امي. خدت ضنايا خبيته. ما ابيع ضنايا؟ لا. ابيعها؟ لا. طب ازاي؟ طب في شرع مين ابيع ضنايا؟ ابيع ضنايا حتى لو معايا مليون عيل ما بيعش ضنايا. لا تبيع ليه؟ مين اللي قال لك؟ ماشي. قال لي ايه، ما انت ايه هتقدري، عشان ايه تقدري تصرفي على التانيين. المهم لما انا ما رضيتش هو بيبرر لك بقى. بيبرر لي 60,000 دول او ال 70,000 او هيعيشوا عيالك عيشه كويسه. ماشي. رديت انا عليه قلت له انا عندي اكل لقمه بملح ولا ان عيل من عيالي يتباع. المهم حضرتك بعد ما جاب التحاليل بعد ما جبنا التحاليل مفيش اي حاجه. احنا كنا شارطين عليه لو تحاليلي طلعت سليمه انا هرفع قضيه رد شرف، لو تحاليلي مش سليمه ماشي. جه هو قدام اهلي قال لهم ده انا هقطع رقبتها وهعمل. خالي قال له اللي انت ساعتها عايز تعمله كله اعمله. صح. ما دام انت مذنبه. انما التحاليل طلعت سليمه. طلعت سليمه ماشي. تحاليلي لما طلعت سليمه ماشي، اخويا جاي بيقول له ايه، قال له طب انت دلوقتي البت عيلتك انت ما تبهدلش بقى في امها تاني. لقيته بيعمل يا عماد طلع التحاليل وايه وريها للناس. رد علينا حضرتك يعمل لنا ازاي، ده قتيل ودفنته. انا معايا التسجيلات بصوته، معايا تسجيلات على تليفون مديها لاخويا بصوته حضرتك، بصوته تسجيل صوته معترف ان البت بنته. قال لنا ايه ده قتيل ودفنته. يعني ايه قتيل ودفنته؟ يقول لك لا ده قتيل ودفنته عشان كان خايف ان انا اروح ارفع عليه قضيه رد شرف. ماشي. جيت قبل الواقعه باسبوع حصل ما بيننا مشاجره وضربني وجارتي دي شاهده ماشي، وشافتني وانا مضروبه كل يوم كانت هدومي متقطعه. مناطق ايه يعني بيضربك في ظهرك؟ انا عايزه اقول لك حضرتك ان انا جسمي متقطع بالقطر. في اللي في الايدين يا ريت توريني. في الايدين بس اهو متقطع. متقطع زي كده. معلقه ولا لا ايه؟ ده قطر. ده قطر اهو. يا ساتر يا رب. وبرده تاني هنا في اماكن ثانيه مش وفوق وفي رجلي وفي ظهري كله. يعني كان دائم الضرب عليك. كان بيجي يبلطج عليا هنا ويقعد لي هنا. كنت يبلطج ويقعد. كنت اجي افتح الباب كانت جارتي اللي واقفه دي تيجي تقول لي يا ام جنات اعمل لها كده تعرف ان هو قاعد. كانتش تتكلم الست كانت تطلع. ماشي. يوم قبل الواقع باسبوع كذا مره من عليكي وهو بيضرب وبيبهدل فيا. المهم قبل الواقع باسبوع حصل ما بيننا مشاجره وضربني وكان ده كله دم. جيت انا هنا ليه؟ طب انت ست شقيانه معايا. قلت له ايه بسبب ايه حضرتك؟ قلت له انا تعبت من كتر الكلام اللي بسمعه عليا، تعبت نفسيتي تعبت، ما كنتش بخرج الشارع. في المكان هنا ولا في المكان اللي اتجوزت فيه؟ في المكان اللي انا اتجوزت فيه. في شبرا برضه؟ اهو قدام هنا شويه. بعدينا بثلاث اربع شوارع. مش ينفع ترجعي لها؟ بثلاث اربع شوارع. ماشي. طبعا لما جيت قلت له انت لازم تثبت حقي انا وبنتي، حرام عليك. طب عشان خاطر ربنا. طب مش عارفه ايه. لقيته في الشارع هزقني وقام جايب ازازه حاجه سوا قام مديني فوق دماغي. كل ده كان دم وجارتي دي شاهده شافتني. ما احنا عارفين. ماشي. طلع الورق اللي بيثبت. ماشي. يا ما قال عليكي طلعي. ماشي. ده الورق اللي بيثبت ان اهو العيله عيلت. اهو صح. الاثنين اهو. معمل كبير في مدينه نصر. معمل كبير في مدينه نصر. هو رفض اي معامل. ماشي. صح. ماشي. وبعدين انا ليا خالي
يعني مبسوط شويه. جه خالي قال له يا عماد، قال له بدل ما نعمل كمان يا عم عشان ما تزعلش، بدل ما نعمل في معمل هنا ونبقى احنا كمان مش مقتنعين ولا انت مقتنع، قال له انا هروح اعمل لك في اكبر معمل في مدينه نصر، المعمل ده بيجي في التلفزيون. قال له خلاص ماشي، معمل موثوق منه، معمل موثوق منه ماشي. حضرتك بعد ما عمل التحاليل وكل حاجه قبل الواقعه باسبوع، انا بطالب باعدامه. الاعدام والله اللي شاف لي هنا ان يتعدم في ميدان عام عشان اللي حصل في بنتي.